خايف حيل وبقلب سفينة شوق، خاف انساك ويصير الخشب تابوت. وأيا ليت اللي بشفتك من حليت عسل مرحل قضقته، من حليت عجب الليل خصلة من حليت أعلمتنك وطبقت صبح ومسية. أتمنى أقدم شيء يرضي الجمهور واللجنة. ويا السكين طعنك ندى بظهري يطيح، اطعن روح صخرة شهمها ما تخضع، بس احذر تلاوي وانت جفك ماي، وتدرب روح صخرة وكل شي ما تسمع. طبع الصخرة صلبة وما يهزها الروج، من يسطرها جف الماي يتقطع. ولا تقنع بكل شي، لا تقنع بكل شي وصير عكس الناس، بس من نحكي غصبا تسمع وتقنع. إذا جفك يخلى على الوجه نيشان، أنا جفوفي تطيح خدود من تصفع. الفخر مو للشكل، عاين الجف والسيف، بكيفك انت قيس وشوف يا هشجع. صح السيف يلمع واملح الجف دوم، بس لولا الجفوف السيف ما ينفع. سيف ويلمع وما حزرقه بشي يفيد، كون السيف أحمر لونه من يلمع. ويا روحك دمع مفضوحة من الطيح، ويا المالك وجه كل ساعة تتقنع. لا تلبس أسد وانت بقلب عصفور، الأسد مو بالشكل جيب الشدد يفزع. ويا قصتك صبخة وقطرة ما مش بيك، ما يطلع ثمرها الصبخة من تنقع. ويا روحك تغلس لو انحقها انداس، أنا روحي على حقها تلوج ما تهجع. أنا روحي مسية ولبست الهم ثوب، جنبت بيت ما مستورة ما تطلع. وإذا مرها الضوء وشقق سترها النور، تخنق روحها وبالموت تتقبع، تخنق روحها وبالموت تتقبع. كربلاء عندنا شعراء، يعني شعراء لهم بحهم ويعني صاحبين صورة وصاحبين تجربة. بس أنا يعني أتوقع المحافظات الجنوبية وبالأحرى محافظة البصرة. هنالك نجوم مضيئة في سماء كربلاء الشعرية. والله أنا أتوقع يوصلون لمراحل متقدمة في هذا المجال، وإن شاء الله يعني أتمنى لهم، لأنه حقيقة عندهم مجال واسع للإبداع يعني فيه. رأيي الشخصي أي واحد يفوز هو الفوز لكربلاء، لكن تحديدا على المنافس القوي أعتقد العمارة والبصرة. وشان المرشدي أستاذ حمزة؟ يعني ليش القساوة والظلمة والسكاكين وهاي الدعوة للعنف؟ يعني وما يحترم السيف إذا ما السيف يكون لونه أحمر. ليش؟ بعدين اكو شغله ثانيه، انت عندك استعداد تكتب شعر، يعني وزنك ماشي واختياراتك وسبكك، ليش ما توظف هذا السبك والشعر الحلو لقضيه حلوه تفاؤليه؟ ليش دعوه القتل والموت كذا مصرين عليها الشباب؟ ما ادري يعني. طيب استاذ عريان؟ تقريبا نفس راي حمزه الحلفي. دكتور ميمون؟ يعني أنا